حتى هالفارق يجلي الظلام انثار باروده. حتى هالفارق يجلي الظلام انثار باروده. صبحنا الشارك شيخ ذراه الريح يوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه الريح يوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه الريح يوده.
الشارك شيخ ذراه ذر يحيوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه ذر يحيوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه ذر يحيوده. لحتم الحارق زي زوبنا في مقدم فعوده. 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 يا دار لنا حقت علينا، يا دار لنا حقت علينا. لزمن عيل سمينا، لزمن عيل سمينا. والسلايل بيدينا، والسلايل بيدينا. تحت بيرك سيدي سمع وطاعة، تحت بيرك سيدي سمع وطاعة. اطرق البارق بمسقلات تسبق رعوده. أبرق البارق بمصقلات تسبق رعوده. أبرق البارق بمسقلات تسبق رعوده. أبرق البارق بمصقلات تسبق رعوده. حتى الفارق يجري الظلام درب روده. حتى الفارق يجري الظلام ثار باروده. حتى الفارق يجلي الظلام ثار باروده. ايه يا الطارق حنها للعوجة ذرى حدوده. هيه يا الطارق حناها للعوجة ذرى حدوده. هيه يا الطارق حناها للعوجة ذرى حدوده. وانبدا الغارق حنا نجاده حنا سعوده. وين بدا الغارق حنا نجاته وحنا سعوده. وين بدا الغارق حنا نجاته وحنا سعوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه ذر يحيوده. صبحنا الشارك شيخ ذراه ذر يحيوده.
صبحنا الشارك شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. حفلنا البهيج، شيوخنا الفضلاء، جمعنا المبارك، وجوه الحفل وحضوره، تحية طيبة فواحة تزهر معها مشاعركم سعادة وإسعادا، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، مساء جميل وفرحة أجمل في ليلة وفاء في ميدان الوفاء للرجال الأوفياء، عنوانها العميد فالح بن عبيد الله الوسيدي متقاعدا مكرما. خير بداية لكل بداية القرآن الكريم يتلوه الأخ هايف بن محمد الوسيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وحملت تاجا للوقار وأنجما، وظللت جنديا تعيش مجاهدا، وخدمت دولتك العظيمة مخلصا، عن أمنها تمسي وتصبح ذائدا. أعطيت عهدا للولاء وطاعة، وصدقت فيما كنت فيه معاهدا. والوضع لا يخفى لكل بصيرة، كم كان لاقى مفسدا أو حاسدا، لولاة أمرك بالمحبة نبضا على حسن السريرة شاهدا. هل أنت إلا ابن لدولتنا التي ولدت رجالا في الحياة أماجدا، ولذا فأنت مجاهد ومدافع عنها ولو في عرفنا متقاعدا. من كلمات الشيخ الأستاذ عبيد بن عبد الرحمن بن سياف البيضاني وفقه الله وصدق فيما قال. كلمة الحفل يلقيها عن أهل الحفل الأستاذ منديل بن سعود الوسيدي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، الوجهاء والأعيان، الحضور الكريم، ضيفنا المحتفى به، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وزادت قلوبنا فرحا برؤيتكم. حفلنا الكريم لم تخلق الكلمات يوما إلا للتعبير عما في النفس من مشاعر وأحاسيس، ومن خلالها تسطر الرسائل وتوجه الجمل، ونحن هنا نعبر عما في نفوسنا. لفارس ليلتنا الذي ترجل عن صهوة جواده بعد أن أمضى أكثر من 30 عاما في خدمة الدين والوطن والمليك في أماكن ومواقع مختلفة من أنحاء الوطن الغالي، فكان دائما مثالا للجد والاجتهاد. أخي الغالي أبو زياد، ها أنت اليوم بدأت مرحلة جديدة نحتاج فيها إلى خبرتك وحكمتك لأبناء وطنك ليكملوا مسيرة هذا الوطن الغالي. أستاذنا الكريم أبو زياد، إننا اليوم إذ نتوجه بالتكريم إليكم إنما نتوجه بتحية التقدير والاحترام. المرحلة من مراحل عطائكم الوظيفي والذي أخذت سنوات عمركم تميزت بالتضحية والإخلاص في سبيل أداء الأمانة وخدمة الملك، وأن أقل التفاتة شكر وتقدير
ووفاء تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم بإقامة هذا الحفل المبارك. وهذا الحفل هو عربون لمحبة ووفاء وإخلاص، فلكم منا خالص الشكر والدعوات. وختاما نسأل الله أن يكلل جهودكم السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور، ونتمنى أن تنعم بأيامك القادمة بموفور من الصحة والعافية، وأن ييسر الله لك الخير أينما كنت، ويرزقك براحة البال والسعادة ودوام الصحة والعافية. كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الحضور من الوجهاء والأعيان والشيوخ الكرام والأصدقاء جميعا، كما أشكر الأخوة أبناء العمومة جميعا على قيامهم بهذا الحفل وعلى الجهود المبذولة والمتميزة لإنجاح هذا الحفل، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير والعرفان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبار القبيلة وشبابها، إن حضورنا هذه الليلة وفاء قيم وحضور شيم وسمو تفكير وحسن ذات ورجولة مبدأ وصفاء ضمائر ودلالة عقل وزرع مثل واجتماع فضيلة وتكريم وفي، فهنيئا لكم فعلكم وحسنا صنعتم ولا غرابة، فجينات الكرم تنبض في عروقكم ودمائكم من أجدادكم الأولى، ليس ذلك تعصبا وإنما تاريخ يحكى وحقيقة متحققة ينقلها الأجداد للأحفاد، والتاريخ أرشفة لكل سلوك. للشعر كلمة وللمشاعر حضور. يتقدم الشاعر رغمي بن عبد الله الأسيدي، فليتفضل مشكورا. هذولا ثعيلات الوفا ربعي الغالين، سادات قوم جابا والمجد لا سياده، أفخر وماري بطيبهم بطيو ذا الحين، حزامي لي احتاج الفشق لمسة زناده، عسى الله يجمعنا على العز قول وامين، ولا الطيب له وقفاه وإلى الشعر نقاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسي على الحضور بالخير وأقول يا مرحبا ومسهلا بالجميع، مشايخ وأعيان ورؤساء دوائر، ويا مرحبا ومسهلا، والله يحييكم واللي ما شالك والمكان تشيلكم الصدور. أقول يا مرحبا باللي حضر حفل تكريم رجل المواقف، بالمواقف عرفناه فالح عبيد الله وعلي الملازيم، إنه كفو والحر يرجع المجناه، حر تسلسل من حرار صواريم، ما للردى مدخال مثله شرواه، إليا نصيته شال عمتنك الضيم، يا عنك ما هو معتبر وجه من جاه، إليا نصيته شال عمتنك الضيم، يا عنك ما هو معتذر بوجه من جاه، ويفرح إليا جوه رجال الشغاميم، عد رهي لو كانت أكثر ضماياه، دايم مواقيفه مثل وابل الغيم، إليا انهمل من مزنته وانت ثرماه، يحسب حسابه دوم وقت اللوازيم، وإن كبرت الدعوة تقف ما تعداه، واشكر مساعي مكرمين المعازيم، ربعي اللي يحتاج أدل ومسة رشاه. والسلام عليكم. الشاعر ضحوي مناور الأسيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، الله يحييكم جميع، شرفتونا
والله الليلة أسعد الليالي. الليلة عندنا العيد الثالث، ونقول لأبو زياد ما قصرت وبيض الله وجهك، خدمت دينك ووطنك وبيض الله وجهك، وخدمت دينك والمليك، والله يبيض وجهك يا أبو زياد ومشكور. يقول بديت بسم الله على كل الأحوال، الخالق المعبود رب العباد، من بعد ذكر الله بدينا بالامثال، وعلى الله المعبود كل اعتمادي. يا مرحبا وعداد ما هل همال ترحيب تم مصدارها من فؤادي، بلي حضر في حفلنا قدر وجلال بهل الوفا والطيب، حضر وبوادي في حفلة تجمع شماميخ، في حفلة تجمع شغاغيم ورجال، واللي لهم بالمجد علمنا وكادي، وتستاهل التكريم يا طيبة الفال، تستاهل التكريم يا أبو زياد، خدم دينك والوطن يا ابن الأبطال، خدمة شرف ما هي هروج ودوادي. وسلامتك. الشاعر راكان بن خليف الوسيدي. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا، والله يحييكم تحايا المطر. يقول استرسلي يا بنت الافكار، ابتدى الثلث الاخير، العاده اللي من قديم الوقت ذا قانونها، لعسعس الليل وسرى تلفي ولا تعطي نذير، الجندل الاوقات وحكم اعدامها بالحونها، سريت مسرا ما سراه البحتري ولا جرير، عطيتها جل اهتمامي وظهرت مكنونها، اتعب على الفكره ودونها من احساس وضمير، يا لين تطلع باهيه صوره يشعشع لونها، يا ايها الجمع الغفير الله يمسيكم بخير، ويا مرحبا ترحيب تنحيه تهل مزونها، من حرصها للضيف تعدي قبل ينوي للمسير، بسلومها هنا من قديم الوقت وحنا حصونها، اقولها باسمي واسم ربعي وانا عنهم سفير، من بعد ما ظنوا طلاق ما تخيب ظنونها. أقولها باسمي واسم ربعي وأنا عنهم سفير، من بعد ما ظنوا طلاق ما تخيب ظنونها، لفيت وبتكريم من يسعى إلى المجد الكبير، صميد عن يملى عيون الناس قبل بطونها، أسيرها العطرة وبذل المال والجهد الكثير، بيمناه كاسبها وفي قوة العزوم يصونها، يا فالح فلحت وكسبت الطيب من يومك صغير، المعضلة لا جات عندك روحت يهونها، توظف العاطل وتنقل مغترب، تسعى الخير ولا تعد أفعالك العالم هم يعدونها. توظف العاطل وتنقل مغترب، تسعى الخير ولا تعد أفعالك العالم هم يعدونها، وله غريب الفعل دامك من هذا الفعل الشهير، اللابة اللي تدحم عداها لجن جنونها، اخوان غرة في نهار الكون نار، اخوان غرة في نهار الكون نار وزمهرير، يا كم قوم روحت وحنا عمات عيونها، يوم انها بالرمح والشلفة ومصقول شطير، ما تؤخذ البلوسم غرة واقفة من دونها، يوم انها بالرمح والشلفة ومصقول شطير، ما تؤخذ البل واسم غرة واقف دونها، مناها للبلها هل التاريخ من قطع النظير، روح انشد التاريخ عنا وتعرف مضمونها، في حزة الكونة عذاب للشجيع ولا الامير، وفي حزة الجيرة تروح ارواحنا منخونها، واليوم في حزة الكونة عذاب للشجيع ولا الأمير، وفي حزة الجيرة تروح أرواحنا منخونها، واليوم في نعمة ومان وخير من رب بصير، كل القبائل أخوة ولحمة وعالي شونها، والفضل لله ثم الحكام على الملة تسير، أخوان نورة سادة الدنيا وسرور كونها، والفضل لله ثم الحكام على الملة تسير، اخوان نوره سادة الدنيا
وسرور كونها كتبتها من دم راسي، من حماية ومن ضمير، اتساق من صدق المشاعر والعرب يوحونها. سلامتكم. وجوه القبيلة وحضورها، من أين أبدأ؟ من المكرم المحتفى به أم من الكرام المحتفين به؟ وفي وأوفياء، كريم وكرماء، لكن أقول نعم الرجال أنتم جميعا، وعاش من أنتم قرابته ولحمته وعصبته وصداقته، عاش الأقرباء والأصدقاء. وحيث لا يكرم إلا كريما، وحيث لا يكرم إلا كريم، ولا يشرف حفل الكرام أيضا إلا كريما مثلهم. فقبلة احترام على جباهكم الطاهرة، وتحية تقدير وافية صافية لمشاعركم النقية الوفية. فحضوركم حفل تكريم ابن عمكم طيب أنتم أهله، ما زال فوح طيبه يستنشق للقاصي والداني. أمجاد تتوارث منكم جميعا، مجد تلو مجد بلا عد ولا حد، تتناقلها أجيال لأجيال. فهنيئا لمن يصنع المعروف هنا وهناك، وهنيئا لمن يندى جبينه برا وأخلاقا في أهلنا وفي غير أهلنا. نترككم مع الشاعر الدكتور مساعد المعمري الحربي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. حقيقة كل الكلمات اللي أستطيع أني أوجدها الليلة تقف عاجزة أمام ما أكنه لأخي العزيز سعادة العميد فالح بن عبيد الله الوسيدي. هذا الرجل حقيقة إذا الليلة هذا الاحتفال الكريم لتكريم أبو زياد لمدة 30 سنة مكرم القبيلة والوطن بخدمته. لدي قصيدتين. القصيدة الأولى أقولها دائم في كل حفل الحرب، والقصيدة الأخرى في أخي العزيز أبو زياد. يا مرحبا ترحيب حشمة وتقدير، بلي عنا للحفل من كل ديره، اللي قطع لجله طوال المشاوير، حمية وفزعة ونخوة وغيره لجل القبيلة. واصل السير بالسير رغم المشقة والظروف العسيرة، بضيافة اللي ما يحسب المخاسير، لو انها في حجم هضبة وعيره، يشوف هالممدوح ريف الخطاطير خف من ميزان حبة شعيره. ويا حفل حرب الله يمسيك بالخير، يوم انت رمز الكل خير وخيره. يا حفل حرب الله يمسيك بالخير، يوم انت رمز الكل خير وخيره. يا ملتقى خيار الرجال المناعيره للمواقف والعزومه الكبيره، اللي لهم بالدار قيمه وتاثير قبل وبعد. توحيد شبه الجزيره اليد برن خيل وخيل مناحير، يروون شذرة السيوف الشطيره وتطرح ايديهم كرمة الذيب والطير تفقر غني، واغنت ايدين فقيره نقلط على حوض المنايا طوابير، وعلى معادينا نجر الجريره نمرا تقدمها الشيوخ المشاهيره للمواقف والعزومه الكبيره. نمرا تقدمها الشيوخ المشاهيره للمواقف والعزومة الكبيرة. وخصيمنا قدمت ضيج المعابير، وحنا نقرر له نهاية مصيره. والله لو هو طير ما يقدر يطير، ولو فر منا ما يفك فريره. هم قضعنا به بحدب بوتير جزة وتنكيل، وعبره الغيره ولا عفينا عنه من عقب تحذير، ونسمح له يواصل ويكمل مسيره. ولا خضعنا لا الحاكم ولا امير، نخضع لرب مالنا رب غيره. نعاهد الحاكم بحكمه وتوقيره، ويضرب
بهيبتنا الجموع الغفيرة لجله نوطي من براس السعاطير ونخلي الصعبة تجي له يسيره ولحتاج للمده مددنا قناطير تذكر زيزوم رابغ وميره واكرم من مزون السحاب المزابير وهالوفا ورفقه وخوه وجيره امجادنا تصل حدود الاساطير وتدهش وتذهل كل راعي بصيره وافعالنا ما هي بحاجه لتذكير يشهد بهاللي تدحرقنا ضميره لولا الوفا سوى بالافعال تزوير والصدق تطلع هالوجيه السفيره حنا ولو ما اقول بالغير تقصير من مكه وجده الشرق الزبيره ما فيه مجد الا لنا فيه تقرير ان كسبنا وارده مع صديره. سلامتكم. من الهاجسه اللي بناها العرف والاطلاع في كل ما صفت حروفه من المطبعه والعلم اساس الهدى والجهل اساس الضياع ومن الانتفاع في ضياء التعليم وش ينفعه مع موهبه زادها التدريب وهج شعاع اللي تخير من القول الجزيل اروع حنا هالشعر ما فوق الحقيقه اقناع بابداعنا يصفون العالم المبدع سلام يا لابتي ما هو سلام الوداع سلام من وصلكم بالقلب ما يقطعه تباعد الدار مير الوصل دون انقطاع ما هو محدود فالمسكان بالمجمع السلام من قدركم عنده رفاع برفاع بين الكواكب محدد بالسماء موضع السلام يا حرب ما خط الكتاب اليراع وما نبع سلسبيل الري من منبعه يهل القلوب النظيفة والصدور الوساع للجار والمستجير أبوابها مشرعة دخيلكم ما يمس وجاركم ما يراع بالسلم ولا بوقت الحرب والزعزعة ويوم الجزيرة اسباع نقوتها من سباع وفي كل يوم وليل ونارها مولعة وانتم بدكلاتكم للحول تشبع جياع لكم مطامع ولنتم للعدا مطمعه يا لين صفى جوانبها الحكيم المطاع وقاد السفينه بعد ما شدت الاشرعه للسلم والامن والايمان والاجتماع من ضيقه الفقر الى عيش الرغد والسعه واغلى التباريك يا الوافي طويل الذراع يا من عليك العرب لو تختلف مجمعه انك من اللي لهم بالعرف والطيب باع بالفعل ما هو بكثر الهرج والجعجعه كم واحد بسعه قرم وكريم وشجاع وان جت اصعاب الظروف يضيع بالمعمعه اضحت وعوده كما زبد من الشمس ماع ولا سراب يجرب موت من يتبعه ولا انت فالح على اسمك كل ما حل داع مدور الطيب من طيب النبات اشبعه ولا انت فالح على اسمك كل ما حل داع مدور الطيب من طيب النبات اشبعه والوقفه اللي علاج للغثاء والصداع والكلمه الصادقه والحجه المقنعه اللي بها نهايه الدعوه وفض النزاع والعلم من مصدره والنور من مطلعه. وسلامتكم. صح لسانك وسلم حرفك. قعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة ألقيها نيابة عن والدي مقعد بن زيد. يقول: سلام يا جمع تسامى معانيه، بالعود الأزرق والتراحيب ينقاد، ذماق في ميقاف غالي الغالي، وشلون ما رحب وأنا صاحب الماد، حربي ينومسني على الطيب راعيه، يا مرحبا فيكم جماعات واحات، وأنا علوي في محله ناديه، الربعي علي حق ماني بجحاد. وانا علوي في محله ناديه، الربعي علي حق ماني بجحاد، والمدح لمنه تنصم لا فيه
نقاد تنساق له سوق العرب للمشاريه ولا الجمال اللي على العد والراد، وانا اتخير ويش اخلي وبديه. شرد المعاني ساوقت لي على لاد في مدح من هو يرفع الراس طاريه، حر على صعب المعاريف هداد. في مدح من هو يرفع الراس طاريه، حر على صعب المعاريف هداد. واللي نصاه اللي همومه تباريه، يقف لها ميقاف عنتر وشداد. يستاهل التكريم فعله بياديه، ترفع له البيضة على جسر بغداد. ينبيك عن فالح شوامخ مباديه، ولولا الفعول الطيبة ما حد انساد. ينبيك عن فالح شوامخ مباديه، ولولا الفعول الطيبة ما حد انساد. فيها تفاخر كل محل طاريه، مشكور يا ابن عبيد تهرج وتنعاد. موجود يا فالح بعالي مراقيه، موجود في قلوب الرياجيل يستاد. موجود يا فالح بعالي مراقيه، موجود في قلوب الرياجيل يستاد. وبعض الكراسي ما رفع راس راعيه، يوم انها جت له على الكيف ما فات. سلامتكم. الثانية والله وصاه من ابوي ورغبه مني، اثنين اتهل. قبل ما انزل من السيارة قال انس انك علوي الليلة تراك وسيدي. يوم ان بن صميعر على راسه حملها، ملحق نفسه على العليا هواها. راس قوم ما تحدر من سهلها، وانشد التاريخ ينبي عن نباها. والذخيرة ما ذخرها عن عدلها، ما كنزها في البنوك ولا نعاها. والمجالس عامرة باللي دهلها، سخر الدينار لين انه بناها. ورث عود لا شبح كوده حملها، ابن عمي يفتخر به وتباها. ورث عود لا شبح كوده حملها، ابن عمي وافتخر به وتباها. ابن صميعر لا اعتزى ولا زهلها، ما نشد عن كودها ولا مداها. لا تنخى ابو سيد وسيد احتملها، عزوة البلهات نومس من نصاها. لن تخابوا سيد وسيد احتملها، عزوة البلهات نومس من نصاها. العظايم كودها من كودها لها، مثلهم من كودها ما حد رقاها. ما رقاها غير شغموم من حملها، ما نشد عن شمسها ولا ذراها، ما نشد عن عسرها ولا سهلها. بالمعالي لين يصل منتهاها، ما نشد عن عسرها ولا سهلها. بالمعالي لين يصل منتهاها، ما يفند لين يشرب منها. لها ما يتضجر لو يعوقه مشتراها. المراجل كلها يتقن عملها، والعزاوي والنخاوي ما خفاها. المراجل كلها يتقن عملها، والعزاوي والنخاوي ما خفاها. يا شموخ العز ولا يا جبلها، يا الجبال اللي تسامى من سماها. يا شموخ العز ولا يا جبلها، يا الجبال اللي تسامى من سماها. من سطركم داركم محد وهلها، محتمين دياركم محد ولاها. من سطركم داركم محد وهلها، محتمين دياركم محد ولاها. والعلوم الطيبة محد جهلها، كل طيب يفتخر فيها وقراها. صفحة الخوة لكم وانتم مهلها، خطها دخيل بيديه وطواها. فعلته من كودها محد فعلها، من نزول آدم إلى آخر منتهاها. سلامتكم. حفلنا الكريم، حضورنا المبارك، ترجل فارسنا صهوة عمله العسكري عن 30 عاماً مزهرة، كانت فيه خدمته فواحة بالعطاء المنعش المسدد، والتعاون البناء المثمر، والسلوك الحسن المعتبر، والتدريب الجبين المبارك، والمسؤولية الواعية الموفقة، والولاء التام المتقن لبلده النجيب ولولاة أمره النجباء في بلده الكريم الأشم المعطاء، المملكة العربية السعودية. نواصل مع الشعر والشعور والمشاعر الجياشة، ومع الشاعر محمد بن ناصر القرن، فليتفضل مشكورا. الشاعر
الشاعر محمد بن ناصر القرن. مساكم الله بالخير جميع. يقول منديل علمني بحفل المسمين اللي لهم عندي وقار ومكانه، والعذر من دون الرجال العزيزين بضاعة تشرب لي ضمانه. منديل علمني بحفل المسمين اللي لهم عندي وقار ومكانه، والعذر من دون الرجال العزيزين بضاعة تشرب لي ضمانه. وانتم هل البلها زبون المخلين، ربع لنا ونجيلكم من ميانه. اليد عالداعي ركبنا وعاجلين، الصف واحد ما دخلنا خيانه. اليد عالداعي ركبنا وعاجلين، الصف واحد ما دخلنا خيانه. يوم الليالي تزين يومين وتشين، وانتم وحنا حافظين الامانه. حدودنا من دونها مستميتين، مطوعين اللي بقلبه لعانه. حدودنا من دونها مستميتين، ومطوعين اللي بقلبه لعانه. نركب على دهم نسوات الشياهين، ونطش خيال العدا من حصانه. من دون حسكة الوبر مستعدين، ومن دون روض نزام ينقح ويانه. من دون حسكة الوبر مستعدين، ومن دون روض نزام ينقح ويانه. تعرف فعيلنا نهار الاكاوين، يخضعنا من كان عنده شطانه. ومصقلات تقسم الراس قسمين، وشلف عليهم بالكريم استعانه. وربعي حمول الخيل ما هم خفيين، كم فارس عود عن زعيت مانه. ربعي حمول الخيل ما هم خفيين، كم فارس عود عن زعيت مانه. تعرف مواقفنا بوسط الميادين، الرجل منا ما يعرف الجبانه. وارجع المدح اللي عليها البراهين، صميدع وقت المواقف تكانه. فالح عبيد الله طليت زي الحجاجين، رجل انت ومسنا فعوله وشانه. وارجع المدح اللي عليها البراهين، صميدع وقت المواقف تكانه. فالح عبيد الله طليت زي الحجاجين، رجل انت ومسنا فعوله وشانه. اللي حضر بالماقف البين يبين، يشبه العد صافي الريهجانه. يشهد لها لسان قدام اثنين، كل زملاه يعدهم من اخوانه. وميزان عدل الراجح بالموازين، وراعي صفات النادرة في زمانه. والله يمد بعمره سنين وسنين، والمدح في شخصه طويل عنانه. سلامتكم. مشاركته مع الدكتور عبد الكريم بن ساجي الهويبلي من جامعة المجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول العرب لا عطر بعد عروس، حقيقة بعد الكلمات والمشاعر الجياشة اللي سمعناها من الشعراء تتقاسم كلماتي، ولكن حسبي أنها مشاركة المقل وأبو زياد قدر كبير، وحضوركم أكبر دليل على ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة العميد فالح بن عبيد الله الوسيدي، أصحاب السعادة، شيوخ وأعيان ومسؤولين، أصحاب السعادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساؤكم وفاء، ومساؤكم احتفاء، وكل أوقاتكم عطر وصفاء. في ليلة مباركة تزدان هذه القاعة بحضوركم مشاركين إخوتكم أبناء الثعيلات من الوسدة في تكريم سعادة العميد فالح بن عبيد الله الوسيدي بمناسبة تقاعده. ويسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم معبراً عن بعض ما يختلف في النفس من مشاعر. أجد أن أبا زياد أكبر منها، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. عرفت أبا زياد منذ نحو 10 سنوات، فعرفت به الكرم والنخوة والحمية وحب المساعدة للجميع. كل ذلك
دون إخلال بالأمانة ولا تقصير بالواجب. دمث الجناب حسن المنطق جميل الاستقبال، وقد جعله ذلك محبوبا بين من عرفوه وخالطوه وعاشروه. وقد قال الشاعر: وكل امرئ يوري الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. ترقى في المناصب وهو لها أهل، وعلت به الرتب وهو لها مستحق، ولكن كل ذلك لم يغير منه خلقا ولم يزده إلا حبابة وطيبا. وكأنه يتمثل قول الشاعر: أبوي علمني وأنا حافظ الدرس، ما خالف سلم جدي يساسي، أنا حمست العز في داخلي حمس، وهيلت فنجاله وقنت راسي. واليوم يترجل أبو زياد عن صهوة جواده في العمل الرسمي بعد أن خدم دينه ومليكه ووطنه، تاركا إرثا جميلا من المنجزات العملية وصدى الطيب والذكر الحسن. ولكن ذلك ليس نهاية المطاف، فمن مثله لا يتوقف عن العطاء خدمة لدينه وقيادته ووطنه ومجتمعه. وقبل الختام أكرر الشكر لأبي زياد لما قدم في خدمة دينه ومليكه ووطنه، وما قدمه خاصة لأبناء قبيلته ومعارفه، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. كما هي دعوة لنا جميعا وللشباب خاصة في هذا الحفل وغيره أن يقتدوا بهؤلاء الرجال المخلصين كما نحسبهم لدينهم ومليكهم ووطنهم. فالوطن بحاجة لسواعد البناء متمثلة في الشباب الطموح الذي يسعى لتحقيق الرؤية الطموحة، مهتديا بنور الله وواضعا نصب عينيه المساهمة في علو شأن الوطن ليكون دوما في مصاف التميز في كل مجال. كما هي كذلك دعوة لأبي زياد لتوثيق رحلته في العطاء لتكون نبراسا يحتذى. وثمة رسالة أخرى أخرتها للتأكيد عليها لا لأهميتها، أوجهها لنفسي أولا وللجميع باستمرار الولاء لهذا الوطن الغالي مهبط الرسالة المملكة العربية السعودية، وأن نحافظ عليها ونبقى على العهد مع ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة متمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وعراب الرؤية، وذلك ديانة لله بطاعة ولاة الأمر، ثم حفظا للعهد ووفاء بالبيعة، وحرصا على الاستقرار، وصيانة للنعم التي نرفل بها، ونسأل الله المزيد من فضله. وفي الختام أعتذر من الجميع إن قصرت أو أخطأت، فجل من لا يخطئ ولا معصوم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قلت ما قلت متمثلا قول الشاعر: قد علمت وعلم المرء أصدقه من عنده بالذي قد قاله الخبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة للأستاذ مصلط بن عبد العزيز الزغيبي، محافظ محافظة حفر الباطن بالإنابة سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة يتم الاحتفال بتكريم أحد الرجال الذين أمضوا مدة طويلة لخدمة وطنهم، سعادة العميد فالح بن عبيد الله السيدي. وأقول لأخي العزيز: مبارك لكم تقاعدكم، وهذا لا يعني نهاية خدمتكم لوطنكم، وإني أرجو الله أن يزيد من فضله وأن يعلي قدره
كما أسأل الله تعالى أن يبارك لك في سائر أيامك، وأن يرزقك راحة البال والسعادة في الدارين، وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يجعل جهدك في العمل وإخلاصك له في ميزان حسناتك. ولا يفوتني أن أشكر القائمين على تنظيم هذا الاحتفال لتكريم أحد رجالات هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال للشعر حضور والمشاعر جياشة، ومع الشاعر طلال بن شلال الحربي، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميع. أحب أقول الفالح قدمت فكرمت وجبلت، وانا ترى الطيب قبل لا عناله ما امدحه من شان لايك وتفضيل. اجي وقبل ان اساله كيف حاله انزل على خشمه واقبله تقبيل. انا ترى الطيب قبل لا عناله ما امدحه من شان لايك وتفضيل. اجي وقبل ان اساله كيف حاله انزل على خشمه واقبله تقبيل. واللي ينوم سلابته في افعاله ما هو غريب نكرم بكل تبجيل. يا فالح التكريم هذا رساله مضمونها الافعال تلقى محاصيل، ويبان فيها الطيبين وخلاله تخلد الاسماء جيل ورا جيل. ولو ينكر المعروف باهل الجماله صار الوفا مقطوع بين المشاكيل. ولو ينكر المعروف باهل الجماله صار الوفا مقطوع بين المشاكيل. وقبل فالواتساب لا تصير حاله، وقبل ربعك يرسلون المراسيل اللي يعرفه فوق 20 حاله. والله اعلم غيرهم يا رياجيل، اللي يعرفه فوق 20 حاله والله يعلم غيرهم يا رياجيل. اغنيتهم من الفقر والبطاله وانقذتهم من العناء والبهاذيل والطيب وهبه من عظيم الجلاله. ما هو بلا العاجز ولا بارد الحيل، يبغى قطامي اللي يا جا مجاله يبرك مثل ما يبرك الحمله شحيل. يبغى قطامي اللي يا جا مجاله يبرك مثل ما يبرك الحمله شحيل. واللي ارتكاله زين حافه وشاله وزود على حمله حمل غيره يشيل. وانتهى اساس الطيب واهله واله ترثت حلاحيل نتورث حلاحيل. وربعك يوم ان القل والجوع عاله تبرك القعدان وتذبح الحيل. وربعك يوم ان القل والجوع عاله تبرك القعدان وتذبح الحيل. واحدهم اللي يعطى عطا جل ماله تقول كنه يغرف المال من سيل. واحدهم اللي يعطى عطا جل ماله تقول كنه يغرف المال من سيل. وحتى لو ماله ما يكفي عياله تلقاه لاجيته كثيره التهاليل. وله غريب طيبهم للثماله ربعك للبرهه لاجل الزمن ميل. وله غريب طيبهم للثماله ربعك للبرهه لاجل الزمن ميل. ولولا دخيل انه يكفي الحاله عنهم لعددهم لي آخر الليل. وفالح ترى جده وابوه وخواله ذولا مداهيل وهذولا مداهيل. وفالح ترى جده وابوه وخواله ذولا مداهيل وهذولا مداهيل. ومنهم عرف ان الوطن والولاله حصيلته اغلى من اغلى المحاصيل. وخدم وطنه بكل جهد وبساله، ولا هو بحايل عنه او عنه بيحيل. ولو ما وطننا عز شعب انتماله ما كان نعشق فيه كل التفاصيل. وسلامتكم. مشاركة مع الأديب الراوي الشهير في الأدب الشعبي في المملكة العربية السعودية الأستاذ موسى بن سليمان البهلال القحطاني من أهالي الزلفي الكرام، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم، مساكم بخير جميع. أولا نهني الأخ فالح بن عبيد الله الوسيدي على هالتكريم والحفل اللي يستاهله، اللي قدم خدمة لأمته ووطنه وقبيلته، فهو يستحق التكريم. ثانيا أشكر أهل الوفا اللي بادروا بتكريمه، لأن مثل هؤلاء الرجال يستاهلون وواجب علينا أن نكرمهم. فنهنئ فالح ونشكر أصحاب الحفل. أما بالنسبة للمشاركة فهي قصيدة الرمز من رموز الشعر ورمز من رموز حرب عبد الله بن زويبة، الله يغفر له ويرحمه، وهذه دعوة للترحم عليه. وقصيدته يثني ويمدح قبيلة حرب، وهم بلا شك يستاهلون الثناء. يقول ابن زويبة: البارحة يوم انقطع حس الأوناس وسر الونيس من الونيس النعاسي، فزيت مثل اللي مجزيه هو جاس، فزيت مثل اللي مجزيه هو جاس. البارحة يوم انقطع حس الأوناس وسر الونيس من الونيس النعاسي، فزيت مثل اللي مجزيه هو جاس، ومتعرضه ظرفا من الوقت قاسي، وشبيت لي غمر عروقه بالاطعاس في راس قوز ما تجيها التكاسي، ما يصل غير شبن يمرس امراس ذيب سمع له حساسي، وخرت من جمره وقدمت محماس بيض خوات الا بحجمه المقاس، وش سويت لي بريت تسمر الراس فنجالها يجلى السدر والعماسي، واخذت مع ميدان الافكار مرواس عن ماضي ما يستحق التناسي، مجد تفيض لها المشاعر والاحساس ويغار منها اللي براسه اعطاسي، اللي ذكرت فعول ربعي مع الناس قام تزايد المراجل حماسي، وقامت رقبته ترتفع فوق نوماس، شوي ولا يصل غيمه راسي، مجد قصر مثبت ركونه على اساس، وبيت مجود بالعمد والمراسي، يوم رجال ماضي الوقت تنقاس، بالفعل ما هو برته والكراسي، توسطوا من نجد ميدان الافراس وتمركزوا مثل الجبال الرواسي، مسروح مسكين العدا علقم الكاس، فزعاتهم تجلس سواد الطراسي، ودفانة الركبة طويلين الانفاس، لا صار ممنون الحبال امتساسي، كم خفرة جاها كآبه وسواس، عقب السعادة طوقتها المآسي، الهم والهوجاس والحزن والياس، طوى حاشاها طيسلك النحاس، على صبي للطوابير مدباس، يروس ربعه بلقى ما يراسي، عقب العيا والكبرياء واتغط راس، داس خدوده في غبار المحاسي، وكم طامع جاهم وعود بالافلاس، كسوهم من خم المذله الباسي، عدوا لها اللي عد سالم الجساس، رجال وسلاح ووقت قياسي، وراحت جموع روحة دون من كاس، وجبرت على قلع النيا والمراسي، وكم خاي عنده سوق قدام ينداس، كاسي من بيض النواوير كاسي، ما غير فيها الشقح والربد خناس، وبرق الحباري والقطا والغماس، وذعذع لهم من ذاري العز نوماس، على ظهور بعدات المراز، على ظهور بعدات المماس، حراير عقب السرى مثل الاقواس، وخيل يدق لنا الجلد بالسداس، وتغنموا باللي تقلد بالاجراس، شم شعاف اللي بهن انقعاسي، يوم الفخر بالرمح والدرع والطاس، قبل يسود بلجد حكمنا سياسي، عبد العزيز الفيصلي قاسي الباس، جاها وحررها من الاختلاس، وخلى اشباع اللي حكنا الاضراس تعلن لها التوبه عن الافتراسي. سلامتكم. وحضورنا الأروع في هذا المكان، تأتي هذه اللحظة السعيدة مستنطقة أبناء القبيلة في تكريم ابنها البار، منتهجين منهج البر والصلة ومبدأ الوفاء الطبيعي المتجذر، فالكرم طبعهم والمروءة نبعهم والقيم صنعهم. أولى كلماتنا لكم وآخرها شكرا شكرا لمنهلكم المعطاء ولمنبعكم النقي ولذواتكم المحترمة ولأخلاقكم النبيلة. المحتفى به تدرج به زمانه السعيد
في ميدان العمل الطموح المنتج والأمانة الواضحة والقيم النبيلة الوافية والعطاء المسؤول الفريد، حاصدا بذلك رتب التكريم والمجد والسؤدد، محققا رتبة عميد في الأمن العام السعودي الشامخ، خدم من خلالها وطنه في عدة أماكن جميلة، متنقلا في بستان الوطن الجميل، خدم من خلالها وطنه في عدة أماكن جميلة، متنقلا في بستان الوطن الأجمل. هو عمدة رجولة في أسرته وقبيلته وبين معارفه وزملائه ومحيطيه. كانت سيرته منذ شبابه نابضة بالعلم والأدب والولاء الوطني المخلص والطموح الحياتي المخلوف. كلمة المحتفى به العميد فالح الأسيدي، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ البدء ويسر السير وطيب المنتهى. الحمد لله ما تناهى درب ولا ختم جهد ولا تم سعي إلا بفضله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور والحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم نعمة هذا الوطن العزيز الشامخ الذي ننعم بخيراته تحت ظل قيادة حكيمة وحكومة رشيدة بذلت ولا زالت تقدم كل ما يخدم الوطن والمواطن. أيها الأخوة، إن خدمة الوطن لا يعادلها شرف، ومحبته لا تقدر بثمن. ولقد أمضيت أكثر من 30 عاما والحقيقة أننا لم نقدم كل ما يستحقه هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا، ولكن نرجو أن نكون قدمنا ما نستطيع تقديمه وفاء لهذا الوطن المعطاء وولاء لولاة أمر أوفياء. أيها الأخوة الحضور، وحيث أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإنني أتقدم بجزيل الشكر للأخوة القائمين على هذا الحفل والمنظمين له، فلهم مني عظيم الامتنان والتقدير. وكذلك الشكر موصول لكل من حضر وشارك، الأصدقاء والأقرباء والزملاء، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن الظن وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة. لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن، أخلصتها لكم من قلبي مهذبة حذوا على مثل ما أوتيت من حسني. وإن كان لي من كلمة أخيرة أخص بها أحدا، فإنني أوجه رسالة إلى كل من شرفه الله عز وجل لخدمة الناس من خلال وظيفته أو منصبه، إلى جانب إخلاصه لله عز وجل في السر والعلن، أن يحسن استقبالهم وأن يحسن الظن بهم وأن يسعى جاهدا لقضاء حوائجهم بابتسامة وتواضع، وسيجني ثمرة ذلك بنهاية جميلة وحياة سعيدة حافلة بالتقدير. وفي الختام فإنني أتوجه إلى الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشر المتربصين، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يديم عزهم وتأييدهم،
وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان والاستقرار. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أنفسهم وأرواحهم حبا ووفاء ودفاعا عن هذا الوطن وكرامته، فلهم منا خالص الدعاء أن يتقبلهم مع الشهداء والصديقين والصالحين والأنبياء، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا البهيج، حضورنا البهي، نترككم الآن مع مقاطع مرئية مع زملاء المحتفى به جاشت بها خواطرهم وفاء وأدبا وأخلاقا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب نبارك لأخونا وزميلنا العميد فالح عبيد الله التقاعد، نقول له ما قصرت وكفيت ووفيت في خدمة دينك وبلادك وولاة أمرك، وإن شاء الله أنك بالتوفيق حياتك الجديدة إن شاء الله العملية. ونعتذر عن حضور مناسبتكم هذا وحفلكم هذا لوجود ظروف خاصة، وأنتم خير من يعذر. والسلام عليكم ورحمة الله، والله يوفق الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ الصديق العزيز الأستاذ منديل الوسيدي، زميلي العزيز سعادة العميد فالح عبيد الله الوسيدي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أنها أمسية عظيمة يتمنى كل واحد منا الحضور والمشاركة والاستمتاع بهذا الكرنفال العظيم الذي عمل لزميلي العزيز سعادة العميد فالح عبيد الله، وهو يستحق ذلك، ولا غرابة على أهل حفر الباطن كافة ولا على أبناء عمومتي الذين قاموا بهذا التكريم الذي يستحقه وهم يقدرون عليه. حقيقة جاتني الدعوة من الأستاذ منديل وهو صديق عزيز، يعني نتمنى لقاءه، فكيف وهو يدعونا لهذا الحفل الذي لا شك أننا نتمنى الحضور فيه، ولكن نظرا لوجود ظروف خاصة بي تمنعني من الحضور، فإني أحببت أن أشارككم ولو على الأقل بهذه الكلمات التي خارجة من القلب، وأتمنى أنها تصل للقلب. الحقيقة ماذا أقول عن زميلي وحبيبي فالح عبيد الله الوسيدي الذي التقيت به لأول مرة عند دخولنا للكلية الأمنية عام 1413، وكان نعم الصديق ونعم الزميل طيلة 3 سنوات قضيناها في رحاب كلية الملك فهد الأمنية. ثم بعد ذلك تم تخرجنا ولله الحمد، وتعين كل منا في قطاعه وأدى عمله وخدم مليكه ووطنه، وانتهى يعني لكل شيء نهاية، وهي الحقيقة نهاية مشرفة أن الإنسان يعني يتم خدمته في صحة وعافية، وقد يعني بر بقسمه وخدم مليكه وخدم وطنه وخدم المواطنين، ولله الحمد والمنة. وهذا حال الدنيا، كل شيء له نهاية، ولكن يجب أن تكون النهاية مشرفة، وهو ما حصل مع زميلي الحبيب سعادة العميد فالح عبيد الله الذي ما شاء الله سمعته نغبطه عليها في كل مكان، ما شاء الله سمعته عطرة. والحقيقة لولا الظروف التي لدي لتمنيت أن أكون معكم. أكرر شكري لكم جميعا، الأخ الأستاذ منديل وأبناء عمومته الذين قاموا بهذا الحفل. وبالمناسبة أنا عملت في حفر الباطن عام 23 لمدة 2 تقريبا، وحقيقة يعني وجدت أطيب الناس وأكرم الناس وأوفى الناس، والذين إلى الآن يعني أتلذذ عندما أتذكر وجودي في حفر الباطن ولقائي بهم وأمسياتنا مع بعضنا البعض وقيامنا بأعمال ولجان مع بعضنا البعض. كانوا من أكرم الناس وألطف الناس وأطيب الناس. وسلم على الجميع، سلامي للجميع. وإن شاء الله أتمنى أن يعني
يعني أن أجد الفرصة التي أزور فيها حفر الباطن وألتقي بالذين كانوا يعملون معي أو تعرفت عليهم في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا. والسلام عليكم. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير والمسرات في هذه الليلة المباركة بمناسبة تكريم أخي العزيز وزميلي ورفيق دربي العميد فالح بن عبيد الله الحربي، وهو أهل لهذا التكريم والتقدير. أتقدم له بالشكر والثناء على هذه السنوات الطويلة التي أمضاها في خدمة مليكه ووطنه ودينه، وأتمنى له حياة جديدة مليئة بالسعادة والتوفيق، والله يحفظه ويرعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم أيها الحفل الكريم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 17/10/1445. نحتفل في مدينة حفر الباطن بمناسبة تقاعد زميل عزيز علينا وجار لي، وهو سعادة العميد فالح بن عبيد الله الأسيدي، فهو نعم الجار ونعم الزميل في العمل. لقد بدأ الزميل حياته العملية والمهنية منذ عام 1413 عند التحاقه بكلية الملك فهد الأمنية، ليتعين بعد تخرجه في المديرية العامة للجوازات. ويأتي هذا اليوم لنحتفل وإياه بمناسبة تقاعده بعد أن أمضى ما يقارب 33 عاما من خدمة دينه ووطنه ومليكه بكل شرف وإخلاص وأمانة، متنقلا بعدة مواقع في أرجاء المملكة العربية السعودية خدمة للوطن وأهله. كانت مسيرة الزميل فالح مليئة بالإنجازات والعطاء والإخلاص في مجال عمله، مسخرا جهوده ووقته لخدمة الجميع من أبناء الوطن بجميع فئاتهم، وذلك حتى خارج أوقات ساعات عمله الرسمية. يثني عليه القاصي والداني وكل من عرفه وتعامل معه، محب للخير وساعيا لقضاء حاجات الناس في مجال عمله وعلاقاته الشخصية، وصادقا وعادلا في مجال إدارته للمكان الذي يعمل به، مطبقا لتعليمات ولاة الأمر حفظهم الله الذين ائتمنوه على خدمة بلاده في المجال الذي أوكل إليه، محترما بين زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه ومن يقدم لهم الخدمة سواء من المواطنين أو المقيمين. مهما قلنا تعجز الكلمات عن إيصال المشاعر للجار والزميل فالح، فله منا كل التحية والتقدير والاحترام. وما هذا الحضور من جميع فئات المجتمع من مختلف المناطق من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل إلا شاهدا على المحبة والتقدير ووفاء منهم جزاهم الله خيرا. فالأصدقاء الحقيقيين الوفيين يبقون على مر العصور رصيدا للإنسان ودعما له في جميع الحالات. وفي الختام، فإن رسالتي للمتقاعدين جميعا بمن فيهم نجم حفلنا هذه الليلة هي أن التقاعد ليس نهاية العطاء، بل هو مرحلة ليجد الإنسان متسعا من الوقت الذي يديره بنفسه.
تبدأ على المتقاعد مسؤوليات جديدة تجاه مجتمعه وأبنائه وأقاربه، وذلك بالاستفادة من خبراته وحكمته ونقلها للأجيال الناشئة، فهو قدوة صالحة لهم بإذن الله تعالى. معرفة وحكمة وخبرة الشخص المتقاعد التي اكتسبها خلال دراسته وعمله تعتبر كنز للشباب الطموحين الذين يسعون للتميز والمعرفة. وفي الختام، شكرا لكم جميعا، ولكم فائق التحية والاحترام. نترككم الآن أيها الحفل البهيج حضورنا البهي مع تكريم الشعراء من قبل المحتفى به العميد فالح الوسيدي، فليتفضل مشكورا. الشاعر دغمي بن عبد الله الوسيدي. الشاعر الدكتور مساعد المعمري الحربي. الشاعر ضحوي مناور الوسيدي. الشاعر راكان بن خليف الوسيدي. الشاعر مقعد بن زيد العلوي الحربي. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة. الأستاذ موسى بن سليمان البهلال القحطاني. وأجمل الشيلات لجميع المناسبات. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 00 599 02، ومن خارج المملكة 00. الشاعر محمد بن ناصر القرن الحربي. الشاعر طلال بن شلال الحربي. والنشر والتوزيع محفوظة. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة. شركة النجوم الإعلامية للإنتاج الصوتي والمرئي لتقديم أروع الزفات وأجمل الشيلات لجميع المناسبات. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 صبحنا الشارك شيخ ذراعي ذري حيوده. صبحنا الشارك
والآن تكريم مقدم الحفل الأستاذ القدير علي بن سعد الفريدي، فليتفضل مشكور. الخطوط والنشر والتوزيع محفوظ. مع فقرة التكريم للمحتفى به، والمشاركين بتكريم المحتفى به عدد كثير، لكن نقتصر على التالي: الأخ فاز بن بدر بن مريخان لتكريم المحتفى به. الأستاذ فاضل بن ثروي الحربي. أخونا الشاعر الهاب بن عوض وسيدي. والنشر والتوزيع محفوظ. أخونا مناحي بن ملفي وسيدي نيابة عنه الأخ طلال. جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظ. أخونا جعيدان بجديع الوسيدي. وأجمل الشيلات لجميع المناسبات. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 00 599 02. أخونا شاهر بن عوض الوسيدي. جازي بن مقبل الوسيدي. واخونا مشعل بن سعود الوسيدي. واخونا الاعلامي نايف بن فرحان الحصين. شركة النجوم الإعلامية للإنتاج الصوتي. ابناء مطر بن مزعل الوسيدي. وأجمل الشيلات لجميع المناسبات. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 00 اخونا نواف بن نافع العريمة.
أبناء عبيد الله الجدعان. أخونا متعب بن ملفي الوسيدي. وأخونا عواد بن رهيدن الوسيدي. أخونا خالد عواد الوسيدي. أخونا إلهاب بن عوض الوسيدي. أخونا خالد بن عبيد الله بن صميعر. أخونا سعود بن محمد الزغيبي. أخونا محمد ناصر القرن. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 00 599 02 ومن خارج المملكة أخونا نايف بن شلال الوسيدي.
والنشر والتوزيع محفوظ. والنشر والتوزيع محفوظ. شركة النجوم الإعلامية للإنتاج الصوتي والمرئي لتقديم أروع الزفات وأجمل الشيلات لجميع المناسبات. للتواصل على الرقم من داخل المملكة 055 صبحنا الشارك ياخذ دراهي ذري حيوم. أبناء فالح بن لافي الوسيد. عبد الله بن سلمان العلوي الحربي. حفلنا الرائع، حضورنا الأروع في هذا المكان. تأتي هذه اللحظة السعيدة مستنطقة مشاركة أبناء القبيلة الثعيلات في تكريم ابنها البار، منتهجين منهج البر والصلة. فمبدأ الوفاء الطبيعي المتجذر، مبدأهم الوفاء الطبيعي المتجذر، الكرم طبعهم والمروءة نبعهم والقيم صنعهم. أولى كلماتنا لكم وآخرها شكرا شكرا لمنهلكم المعطاء ولمنبعكم النقي ولذواتكم المحترمة ولأخلاقكم النبيلة. فنترككم الآن مع هدية أبناء الثعيلات من قبيلة الوسد، من فخذ الوسيدة، من قبيلة حرب العزيزة للمحتفى به. فشكرا لهم شكرا.